ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده حبيت بس نراجع سريعا مع بعض على الكاونتنج سورت وعلى الثلاث الجوريزمات اللي في الاخر اللي هم البرايم والكروسكال والدايجسترا. تمام. تمام. نبدأ بالكاونتنج سورت. طيب، فكرة الكاونت سورت ايه؟ ان احنا بيكون عندنا array ومطلوب مننا ان احنا نرتبها. بنشوف أكبر رقم في الأري دي وعلى أساسه بنعمل أري جديدة اسمها كاونت أري أو سي. تمام. على أساس أكبر رقم بنحط إيه؟ كام رقم هنا يتحط. تمام. على أساسه بنحسب السايز بتاع السي، وبعد كده بنعمل أري زي الأري الأصلية بالظبط، وبعد كده إيه بنرتبه. مش هتقطع غير بمثال زي المثال ده. المثال ده آه ادي عندنا array وعاوز يعمل لها count sort. المطلوب بالظبط عاوز الكاونت array اللي هي السي. تمام. تمام. طيب، اول حاجة بنبص على الاري ونشوف ايه اكبر رقم فيها. 4، صح؟ طيب يبقى هنعمل array فيها 4 قيم. array جديدة فيها 4 قيم. 2 3 4. تمام. تمام. آه ادي 1 2 3 4. تمام. طيب بنبدأ من أول واحد. تمام. وبنشوف كل رقم من دول اتكرر كم مرة. الواحد اتكرر كم مرة؟ مرة واحدة، فهنا هنكتب 1. طيب، الاتنين اتكررت كم مرة؟ ولا مرة، فهنكتب 0. طيب، التلاتة اتكررت كم مرة؟ مرتين، هنا وهنا، فنكتب 2. الأربعة اتكررت كم مرة؟ مرتين برضو، هنا وهنا، يبقى 2. تمام. وبعد كده بنعمل cumulative sum أو نجمع جمع تراكمي. يعني إيه؟ يعني نمسك تاني عنصر ونجمعه على اللي قبله. 0 - 1، 0 - 1 1، نشطب الصفر ونكتبها 1. طيب، 2 - 1 3، نشطب دي. طيب، 2 - 3 5، نشطب دي. فكده، ودي 1 زي ما هي. تمام. فكده السي عندنا بقت إيه؟ بقت عبارة عن 1 1 3 5. تمام. دي إيه؟ دي السي. تمام. طيب، أدي 1 1 3 5 هنلاقيها في الاختيارات. طيب، هنرتبها إزاي؟ بنرتبها على أساس إن إحنا آه بعد كده إحنا بنمسك الأري الأصلية والسي. تمام. الأري الأصلية كان فيها كم عنصر؟ 5 عناصر، فإحنا هنعمل أري بالحجم الأري الأصلي. 1 2 3 4 5. تمام. بعد كده نش... نبتديها من الآخر للأول. التلاتة. التلاتة دي يعني هتودينا للتلاتة اللي هي هنا، عشان هنا الرقم التالت ده بيقول لنا حطها في العنصر التالت، فنعمل نحط التلاتة هنا. دي خلاص حطيناها هنا. ايه، ودي هنعملها بدل 3 هننقص منها 1 تبقى 2. طيب، الأربعة. الأربعة يبقى نروح للخانة الرابعة. الخانة الرابعة هنا. الخانة الرابعة بتقول لنا نحطها في الخانة رقم 5، فنعمل 4 هنا وننقص من دي 1 تبقى 4. طيب، بعد كده التلاتة يعني هنروح للخانة رقم 3. الخانة رقم 3 أهي، فيها رقم كام؟ 2، يعني أحطها في الخانة رقم 2. إيه هي؟ التلاتة، يبقى التلاتة هنا. تمام. وأشطب الاتنين وأخليها 1. تمام. طيب، بعد كده
بعد التلاتة الواحد، الواحد يعني هروح للخانة الأولى. طيب الخانة الأولى بيقول لي حطها في رقم واحد، تمام، أحطها في رقم واحد ودي أخليها صفر، تمام. بعد كده الأربعة، الأربعة يعني أروح للخانة رقم أربعة، بيقول لي حطها في الخانة رقم أربعة، هي دي. بس أحط إيه؟ أحط الأربعة، أنقص من دي، تمام، واحد تبقى تلاتة بس. وبتكون كده إيه، حلينا الأري ورتبناها إيه بالكاونت سورت. طيب هنا هو طالب إيه؟ هو طالب ال C اللي هي الكاونت أري، فإحنا جاوبناها اللي هي بتبقى دي، تمام. اللي هي بنشوف الأول الواحد اتكرر كم مرة، الاتنين التلاتة الأربعة اتكرر كم مرة. بعد كده بنجمع إيه؟ جمع تراكم، الصفر زائد الواحد واحد، الاتنين زائد الواحد تلاتة، الاتنين زائد التلاتة خمسة، تمام. بس تبقى واحد واحد تلاتة خمسة، هي دي إيه؟ الكاونت أري، تمام. ده أول مثال. تاني مثال معانا وهو آه... هنا. طيب أول مثال معانا، تاني مثال معانا وهو آه... هنشوف برضو إيه أكبر رقم، الستة، صح؟ هنعمل array فيها من، هنا في زيرو، تمام، فهنعمل من أول الزيرو، زيرو لحد ستة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، تمام. تمام. طيب بعد كده هنشوف الزيرو تتكرر كم مرة، مرتين، الواحد مرتين، الاتنين مرتين، التلاتة مرتين، الأربعة مرة، الخمسة زيرو، الستة مرتين، تمام. بعد كده هنشوف، هنجمع جمع تراكمي، اتنين واتنين أربعة، اتنين وأربعة ستة، اتنين وستة تمانية، واحد وتمانية تسعة، تسعة وزيرو تسعة، اتنين وتسعة حداشر، تمام. فهي دي ايه دي هتبقى اتنين طبعا عشان مغير معاش، تمام. بس دي هتبقى ايه الكاونت array او السي، تمام. بعد كده هنشوف بقى ايه ال الاري الأصلية. الاري الأصلية فيها كام رقم، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، حداشر رقم، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بس بعد كده هنشوف من الآخر للأول الاتنين دي، يعني خلي بالكوا إن العد هنا بيبقى من واحد دايما، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، تمام. هو العد دايما بيكون من واحد، بس هنا عشان احنا لقينا في رقم صفر فابتدينا هنا من الصفر بس، تمام. لو ما فيش رقم صفر يبقى ايه، بنبتدي زي هنا من واحد عادي، تمام. هنا من واحد وبرضه هنا من هنا برضه من واحد، تمام. بس طيب آه بعد كده هنمسك الاتنين دي، هنروح للخانة التانية، خانة رقم اتنين هتلاقيها بستة، فهنروح لرقم ستة ونكتب اتنين ونخليها بخمسة. بعد كده التلاتة هنروح لرقم تلاتة نلاقيها بالتمانية، تلاتة نعملها هنا بتمانية ونخلي دي سبعة. الواحد نروح للواحد هنلاقيها أربعة، الأربعة نحط فيها واحد
ونخليها 3. الستة نروح لرقم 6 نلاقيها رقم 11، ونكتب هنا 6 ونعمل 11 تبقى 10. الأربعة يعني هتروح للتسعة، التسعة نكتب فيها 4. 9 نشطبها تبقى 8. بعد كده التلاتة يبقى الخانة التالتة فيها 7، السبعة دي هتبقى 6 والسبعة هتبقى 3. واحد نروح للواحد هنلاقيه 3، هنكتب الواحد في التلاتة وننقص منه 1 وتبقى 2. الزيرو هنروح للخانة الزيرو اللي هي 2، هنعمل هنا 0 وبدل هنا 2 هتبقى 1. 2 يعني الخانة الخمسة نروح نكتب فيها 2 والخمسة دي تبقى 4. الزيرو هيخلينا نكتب ناحية الخانة رقم 1 اللي هي دي، نكتب 0 ودي نخليها 0. كده 6. الستة عند 10 دي نكتب هنا 6 ودي هتبقى 9 بس. طبعا مش هيجيب كله ده، بس أنا حبيت أعملها لكم بالتفصيل. تمام. بس كده نكون خلصنا الكاونتنج سورت. أهم حاجة إن إحنا أول حاجة بنشوف الأري أكبر قيمة هي فيها ونشوف هنبتدي من 1 ولا من 0. لو في رقم 0 هنا هنبتدي من 0، لو مفيش يبقى هنبتدي من 1 2 3 4 ونشوف كل واحدة اتكررت كم مرة، وبعد كده نجمع جمع تراكم. تمام. بس هي دي فكرة الكاونتنج سورت. طيب نكمل في الكروسكال والبرايم والدايجسترا، بس قبل ما نعرفهم لازم نعرف حاجة مهمة، وهي ايه الفرق ما بين الجراف والتري وايه هم اصلا. تمام. طيب أول حاجة الجراف ده الجراف ده عبارة عن كوليكشن ما بين الفيرتكس والإيدجز. الفيرتكس اللي هو الفيرتكس والإيدج اللي هي الخط. تمام. ممكن يكون كونكتد أو disconnected، يعني ده كونكتد ده disconnected ليه؟ عشان مش كل الفيرتكس متوصلة ببعض، دول لأ. تمام. طيب ممكن يكون ممكن يحتوي على سايكل. تمام. أهو كده مثلا دي سايكل. تمام. ممكن بين تو vertex يكون في multiple passes. يعني ايه؟ يعني عشان اوصل من 4 ل5 ممكن اخش في الطريق ده، او ممكن اروح كده واروح كده. تمام. وممكن اروح كده واروح كده، عادي في multiple pass. تمام. ممكن يكون directed و undirected. ايه الفرق؟ ده undirected، ده directed، ده directed، ده directed. تمام. اللي هو اللي ما فيهوش اسهم ده رايح جاي، رايح جاي عادي. تمام. اما السهم فدي من 0 ل4، ما ينفعش اروح من 4 ل0. تمام. وهكذا. طيب weighted ممكن يكون weighted او unweighted، يعني هنا مفيش weight على ال edges، لكن هنا في weight، هنا في weight لكن هنا unweighted. تمام. ده الجراف. طيب التري هو جراف بس ما فيهوش سايكل. تمام. التري ما بتحتويش على سايكلز. تمام. و one pass between any two vertex، يعني عشان أوصل من 3 لحد 0 هو الطريق ده، مفيش طريق تاني. عشان أوصل من 2 لحد 0 هو الطريق ده، مفيش غيره. تمام. ولو اعتبرنا إن عدد الفيرتكس n، فعدد الإدجز هيبقى n ناقص 1. تمام. وقلنا إن هي دايما تبقى connected، وهي special type من جراف. طيب بعد ما عرفنا الفرق ما بين الجراف والتري،
تعالوا نشوف ايه كل واحدة او كل الجوريزم بيتحل ازاي. هو احنا مهمتنا الأساسية ان احنا نعمل مينيمم سباننج تري. تمام. تمام. طيب مينيمم سباننج تري دي بتتعمل بايه؟ يا اما بالكروسكال يا اما بالبرايم، او الجوريزم تالت خالص اللي هو الدايجستر. تمام. تمام. طيب ناخد مثال على الكروسكال الجوريزم زي كده. مثلا آه هنا مدينا جراف واحنا هنحاول نرسمه عشان نعرف نحل. الجراف ده بيقول من A ل B 3، من A ل B 3، من B ل C 8، من B ل C 8، ومن C ل D 2، من C ل D 2، ومن D ل E 5، D ل E 5، ومن E ل A 14، من E ل A 14، ومن E ل B 10، E ل B 10. تمام. تمام. طيب هنا احنا هنعمل ايه؟ هنحل الكروسكال ازاي؟ هنحل الكروسكال عادي. اول حاجة نشوف الايدجز. آه نشوف من اصغر ايدج لحد اكبر ايدج. تمام. ونشوف لو الايدج دي مش هتعمل سايكل يبقى ناخدها. يعني ايه؟ يعني كده اصغر ايدج ايه؟ الاتنين دي. هل الاتنين دي هناخدها؟ عشان هنوصل السي بالدي. تمام. فدي هناخدها. تمام. بعد كده بعد الاتنين التلاتة، هل التلاتة دي هناخدها؟ اه ليه؟ عشان هنوصل ال A بال B. يبقى التلاتة دي معانا. تمام. بعد كده بعد التلاتة الخمسة، هل الخمسة دي معانا؟ اه ليه؟ عشان هنوصل ال D بال E. فالخمسة معانا. بعد كده هل التمانية دي معانا؟ اه عادي. تمانية معانا. طيب هل بعد كده العشرة معانا؟ لا. ليه؟ عشان لو وصلنا العشرة فإحنا كده هنعمل سايكل، فدي العشرة مش عاوزينها. طيب ال 14، ال 14 هل عاوزينها؟ لا. ليه؟ عشان احنا لو لوناها هتعمل سايكل وده احنا مش عاوزين. بس كده نكون ايه؟ خلصنا حل الكروسكال. طيب هو عاوز ايه في السؤال؟ عاوز اول ثلاثة ايدجز. اول ثلاثة ايدجز اللي هم دول، هما الاثنين والثلاثة والخمسة. الاثنين والثلاثة والخمسة اللي هما فيهم AB CD DE. AB CD DE. بس. تمام. ده الكروسكال. تعالوا نشوف مثال تاني سريعا. الكروسكال مثال التاني. طيب أول حاجة هنمسكها اللي هو الإدج رقم واحد. هل معانا؟ بعد كده الإدج رقم اتنين. هل معانا؟ هل معانا؟ في اتنين تاني؟ لأ. فدي هنمسكها ودي برضو هنمسكها. تمام. في بعد كده رقم أربعة. الأربعة دي معانا؟ الأربعة دي معانا. اه تمام. عشان لحد دلوقتي مش هتعمل سايكل. طيب ادي الأربعة دي معانا والأربعة دي معانا. طيب بعد كده بعد الأربعة في ستة. هل الستة دي معانا؟ لا. ليه؟ عشان هتعمل سايكل. الستة دي مش معانا. طيب بعد الستة في سبعة. هل السبعة دي معانا؟ اه هل السبعة دي معانا؟ لا. عشان هتعمل سايكل. السبعة دي معانا؟ لا. تمام. بعد كده في تمانية.
هل التمانية دي، احنا وصلنا لحد هنا، هل التمانية دي معانا؟ اه عادي، مش هتعمل سايكل عادي. طيب هل بعد كده التمانية دي معانا؟ لا. ليه؟ ما احنا عملنا التمانية دي، هل هتبقى التمانية دي معانا؟ آه ممكن لا، التمانية دي مش هتبقى معانا. تمام اهو، التمانية دي ما اخترناهاش، التمانية دي اخترناها خلاص، التمانية دي ما اخترناهاش. طيب التسعة، التسعة بعد كده، التسعة دي معانا؟ اه عادي. طيب بعد كده العشرة، العشرة دي معانا؟ لا. ليه؟ عشان هتعمل سايكل فما اخترناهاش. طيب الحداشر دي معانا؟ لا، عشان هتعمل سايكل. طيب الأربعتاشر دي معانا؟ لا، عشان هتعمل سايكل. بس فهي دي ايه؟ السباننج تري بتاعت البروسكا. تمام. طيب نروح بقى لتاني الجوريزم معانا وهو البرايم. طيب البرايم ده بنحسب الكوست لكل واحدة، يعني بنقف عند فيرتكس ونشوف أنهي أقل فيرتكس من أقل كوست من اللي موجودين، ونختار إيه إن إحنا نروح له. يعني إحنا هنعملها بالرسمة دي وبعد كده إيه نشوف. تمام. طيب أول حاجة إحنا واقفين عند ال A. طيب ال A قدامها، هو غالبا يعني هو دايما إيه، كل الفيرتكس تبقى إيه لما لا نهاية. تمام. يعني اعتبروا ان كل فيرتكس فوقيه ما لا نهاية. تمام. بس احنا واقفين عند الايه. تمام. الايه ده عنده أربعة وتمانية، يعني دي هيروح لها بأربعة ودي هيروح لها بتمانية. تمام. هيختار يروح لإيه؟ للأقل اللي هو الأربعة. تمام. بعد كده الأربعة دي، الطريق بتاع من هنا لهنا 11 وهنا في 8، فلا مش هناخد ال 11 دي. طيب هنا في 8، فدي قدامها إن إحنا نروح لها ب8، فإحنا إيه هنروح بال8 وهنسيب ال11. طيب نروح للأقل. طيب بعد كده قدامنا إن إحنا نروح دي ب7 ونروح لدي ب2 ونروح لدي ب4 ونروح لدي ب4. تمام. فهتبقى إزاي؟ قدامنا دي 2، دي 4، دي 7، دي 8، فأقل واحدة فيهم إيه؟ الاتنين. فنروح كده، كده إحنا واقفين إيه عند الأي. طيب هنا في 7 وهنا في 8، فهنجدد القيمة بتاعتها وممكن نروح لها عن طريق ال7 دي. تمام. وهنا هنروح لها عن طريق ال6. تمام. يا إما نروح كده يا إما نروح كده، يا إما عندنا كده يا إما عندنا كده. تمام. يعني عندنا 7 و6 و4 و7، فإحنا هنروح لإيه؟ للأربعة، أقل واحدة فيهم. هنروح للأربعة. تمام. بعد ما نروح للأربعة هنلاقي إن دي 2، ممكن نروح للجي عن طريق الاتنين دي، فهنمسح ال6 ونروح له عن طريق الاتنين. بعد كده آه ودي برضه هنروح لها عن طريق ال10. تمام. فإحنا كده قدامنا إيه؟ 2، 7، 7، 10. نروح لإيه؟ كده أقل واحدة فيهم إيه؟ الاتنين. نروح للاتنين. طيب بعد كده إحنا قدامنا إن إحنا كده كده إيه؟ كده كده دي متزارة، فدي فكنا منها. الجي، الجي نروح للاتش ب1 وهي 7، فلا فكك من ال7 دي ونبدلها بالرقم 1. تمام. طيب كده احنا قدامنا ايه؟ كده احنا قدامنا الواحد
والسبعة والعشرة. تمام. فتلقائي احنا هنروح لإيه؟ للواحد. تمام. بس وكده كده دي متزارة فتمام، ودي متزارة فتمام، ودي زرناها قبل كده فتمام. طيب قدامنا كده ايه؟ السبعة والعشرة. هنروح لإيه؟ أكيد للسبعة. نروح للسبعة. بعد كده هنروح لإيه؟ آه إحنا هنا ممكن نروح دي عن دي عن طريق إيه؟ التسعة. فإحنا هنشطب العشرة دي ونكتب تسعة. بس قدامنا التسعة، وكده كده دي زرناها قبل كده الإف فمش هتنفع. ودي تسعة قدامنا مفيش غيرها إيه؟ اللي نختار. بس هنلاقي إن السباننج تري بتاعتنا هتبقى بالشكل ده أهو. أهو الأربعتاشر والعشرة والستة والسبعة والحداشر والتمانية ما أخدناهمش. الأربعتاشر والعشرة والستة والسبعة والحداشر والتمانية ما أخدناهمش. بس فهو ده فكرة إيه؟ البرايم. طيب في السؤال ده نفس الرسمة وكل حاجة، بس عاوزين نحلها بالبرايم. هو طالب إيه؟ هو طالب أفتر 3 كيو يو اكستراكشن. تمام؟ نعرف إيه هي دي بالظبط. تمام؟ أول حاجة إحنا بنعمل إيه؟ بنبدأ من الإيه؟ لو ما قلناش نبدأ أول حاجة بأول حرف أو الحرف الصغير اللي هو الإيه. تمام؟ ونشوف هنا تبقى 3، هنا تبقى 14. تمام؟ نروح لمين؟ للتلاتة. نروح للتلاتة. تمام؟ بعد كده نلاقي إن هنا ممكن نروح له عن طريق العشرة. فإحنا هنمسح ال14 نحط 10 على طول. طيب بعد كده آه ودي 8. فدي 8. هنختار إيه؟ ال8 ولا ال10؟ ال8. نروح عند ال8. تمام. ودي إحنا هنا. فإحنا هنا فما فيش غير دي. هنروح دي عن طريق الاتنين. فهنروح دي عن طريق الاتنين. بس كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا تلات خطوات. الأول كنا في الA، مسحنا الA والنيبرز بتوعها كانوا B و E. ماشي. آه الB كان النيبرز بتوعها C و E. بس الE موجودة فهنكتب C والE موجودة. الC النيبرز بتوعها كانوا الD، وكده كده الE موجودة. تمام. بس فإحنا عملنا extraction للA، extraction للB، extraction للC. فهتبقى دي E أو اي دي يعني. تمام. في طريقة تاني إن إحنا بنعمل كده A B C D E. تمام. لو قال بعد 3 extraction فبنشطب 1 2 3 وهيتفضل الدي والإي. طيب لو قال 2 كيو extraction فهنشطب ال A وال B وهتبقى الإجابة C D E. تمام. وهكذا يعني. فهو ده إيه؟ حل البرايم بكل اختصار. نروح بقى لآخر جزء وهو الدايجسترا. طيب الدايجسترا ده بيشتغل بس على directed graph. تمام. ونفس فكرة البرايم، نفس الخطوات، بس هنزود الكوست اللي قبلينا علينا. يعني مش كل كوست هنشوفه هيكون هو ده الكوست، لا هنجمع عليه الكوست اللي كانت قبل كده. بمعنى
صراحة هو ما كانش فيه أسئلة عليه، بس هو ده في سؤال عليه بيقول بعد السي انت هتروح لفين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طبيعي انك هتروح ايه؟ للكوست الأقل، فهتبقى الإجابة بي. تمام. طيب نفترض إن آه ده مثال معانا وهنحل. تمام. نعرف بس طريقة الحل، وممكن نطبق على أي سؤال يجيلنا. تمام. طيب أول حاجة إحنا هنبتدي بالإيه عادي. الإيه من هنا من A للبي 3. تمام. بس مش هينفع نروح من الإيه للإي. تمام كده. بس فكده هنروح 3. تمام. بعد كده هنروح للسي. السي هنروح لها بكوست كام؟ هنا 8 و3 11. تمام. فالكوست هنا 11. فهنروح طبعا هيكون في آه، أكتر من باس، بس ده مثال كده إيه على السريع. طيب هنروح للدي بكوست كام؟ هنروح للدي بكوست 11 و2 13. تمام. يبقى هنروح للدي بكوست 13. بعد كده هنروح للإي بالكوست 13 و5 18. بس هو ده. بس غالبا بيكون في أكتر من باس وكده، فعشان كده إيه بنقارن ما بينهم. هي الفكرة بس إن إحنا بنجمع الكوست على ده بيطلع ده، الكوست ده على ده فبيطلع ده، وهكذا. وبنقارن بقى مين الأصغر مين اللي ناخده وهكذا. بس حاجة أخيرة بس حابب نتكلم فيها، وهي إزاي أعرف إن الجراف ده undirected والجراف ده directed من الفيرتكس. يعني مثلا هنا من 1 ل2 من 1 ل4 من 1 ل5 2 ل3 2 ل5 3 ل5 4 ل5. تمام. فاحنا بنعمل ايه؟ ايدجز كده ايه مش دايركتد. لكن ايه اللي بيميز الدايركتد؟ ان هو هيجي يقول لنا من 1 ل5، بعد كده من 5 ل1. فده معناه ان احنا هنروح من 1 ل5، وممكن نروح من 5 ل1 بس. فده سهم وده سهم تاني، أو ده باص وده باص تاني. لكن ده هو باص واحد، سواء كده أو كده هو باص واحد. تمام. طيب كمان ده الويت دايما بيبقى تالت حاجة. تمام. الادجيسنسي ماتريكس طالما هو undirected، فهتلاقي دايما دور القطر الرئيسي أو الدايجونال بصفر. تمام. لكن هنا مش هتلاقي الدايجونال بصفر. ليه؟ عشان هنا من 1 ل5 ومن 5 ل1، من 1 ل5 ومن 5 ل1 أهو برضه. تمام. بس وهنا برضو adjacency matrix بس ب weights. تمام. وهنا adjacency list سواء undirected أو directed. وممكن نعملها unweighted، إن احنا نخلي من 1 ل2 وهنا 1، من 1 ل4 وهنا 1 برضو. بس يعني لو خلينا الويتس كلها وحيد فهتبقى ايه unweighted. بس كده. أتمنى أكون عرفت أوضح لكم الحاجات دي اللي هما الكاونتنج والبرايم والكروسكال والدايجست. وبس كده. سلام.